ربنا ينتقم منك. قلت لك ننزل من العربيه كانت تخطب، قلت لي انا عارف الشارع. هو قاعد بيسقف، لو خدتوا بالكم في واحد مكمبر عليه باصص له كده. هناك فريسه. تعبت مش قادر اتحرك، فين ام الشارع؟ خلاص يا زياد، هو الشارع اللي جاي ده. اتخنقت يلا. انا نفسي اعرف اللغز بتاع التسقيف، فانا نفسي الناس تكتب في الكومنتات هو بيسقف ليه، انا عايز اعرف. ايه ده؟ في فريسه، في فريسه يا ستي ربنا ينتقم منك، رجلي مش قادر احرك. يا اخويا عمال انادي عليك، ويا يا استاذه انت بتجري. يا عم مالكش دعوه بالاستاذه، يا عم كلمني انا. هو انا جاي اتخانق؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ يا رب روح امك، انا شايفكم عمالين تلفوا وعاملين زي الحراميه، عمالين تتلفتوا وتبص هنا وتبص هنا، والبيوت ليها حرمه. انتوا عايزين حاجه يا اخويا ولا بتسالوا على حد؟ انا من هنا واقدر اساعدكم. انا اول مره اشوف حرامي رجوله. لا يا صاحبي انت على المبدا، بس هم ما كانوش بيبصوا، هم كانوا بيسقفوا. انت النقطه دي فاتك. حراميتي يا اخويا، ما تعدل كلامك يابا، حسن ملامحك. حراميتي يا حبيبي، حزن ملابسك يا حبيبي. حراميتي ايه؟ يابا خالتي وجوز خالتي اسمه الحاج عاطف، وابنه يا اسطى اسمه محمد وشهرته ابوه. انا جاي لابني خالتي وخالتي بنتي خالتي. انا جاي لابني خالتي وخالتي بنتي خالتي. تعرفوا يا اسطى ساكنين في علي شارع، ولا اخد اختي وامشي؟ خلاص يا عم مش محتاجه ان انت تسقف لنا، الناصيه الجايه اللي بعدها تاني بدعي على ذاك. انت بتوصف له بنت خاله ولا ابن خاله؟ انت بتوصف له، ما هو اكيد عارف البيت، هو اكيد عارف البيت. يا بوحه يا عم عاطف. يا بوحه يا بوحه يا بوحه عم عاطف. انت بتندى على جماعه ميتين ولا ايه يا اسطى؟